أحلى سندوتش سجق بخلطة جميلة هنعملها بإيدينا في البيت، وأحلى من العربيات بكتير، والجوع آخر الليل. تعالوا نشوف أنا عملت إيه. أول حاجة بجيب السجق، بقسم الواحدة 2 بالمنظر ده. أي كمية سجق عندك، وفي طاسة على النار بحط فيها شوية زيت، تكون الطاسة سخنة على النار، وانزل بالسجق، كمية السجق اللي احنا قطعناها، واديله كده تشويحة حلوة، وما نقلبش على طول. بكون مجهزة بصلتين مقطعة جوليان، وهنزل بيهم على السجق، وهقلب السجق مع البصلة، وهنزل بثوم مفروم. مجرد ما روايح الثوم تطلع هبدأ أضيف توابل، اللي هي معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح وفلفل أسمر وبابريكا، بهارات لحمة أو ال7 بهارات، وهقلبهم. ما بحطش توابل أكتر من كده علشان السجق نفسه متبل ومتبهر. في المرحلة دي هحط 1 فلفل حار، وده حسب الرغبة، وكمان هكون مقطعة حباية طماطم لحم بدون بذر أو مية، و1 فلفل أخضر، فلفلاية رومي باردة، وهقلبهم. نقلب الكلام الحلو ده مع بعض بالألوان الجميلة دي، وهنزل بمعلقة صلصة كبيرة، وكمان معلقتين كبار دبس رمان. عشان معلقتين دبس الرمان هيدوا لون حلو وطعم لخلطة السجق. قلب بقى كل الكلام ده كله تقليبة حلوة. كده خلاص بدأ يدخل معانا في السوا. مش عايزين البصل يدبل، يبقى فيه قرشة. بصوا الشكل تحفة، طعم والريحة جميلة. يعني الواحد بيحب يغمس الخليط اللي جنب السجق دوت، واللي شارب ريحته وطعمه. الصوص استوى معانا، وصوت الشكشكة بدأ يطلع يعلى. كده خلاص جاهز معانا. هنبدأ بقى نحطه في السندوتشات. يكون عندنا بقى عيش فينو كده حلو بالسمسم، ونبدأ نحط فيه السجق، والخلطة اللي حواليه ديت تحفة، تتغمس لوحدها، تبقى شاربة من السجق، كله شارب من بعضه. هعمل واحد كمان، ممكن تقدميه مع شوية بطاطس محمرة وشوية مخلل جنبه، وقرن فلفل حامي كده حلو. وكمان ممكن تعمليه مع شوية مكرونة. اقول لكم بقى على حركة حلوة انا ساعات بعملها: بفتحه من النص من فوق، واحط الخلطة الحلوة دي، وممكن تحطي موتزاريلا او جبن، وتدخليه تحت الشواية. الفينو بياخد من تحميصة، وكمان الجبن بتسيح، بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو. انا بقى مخلله خيار ومقطعاه سلايز بالشكل ده، هقدمه معاه. وكمان هحط فلفل حار لمحبي الفلفل. اخيرا نفسي اشكر كل حد بيدعمني او بيحط لي لايك، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم. صحه وهنا على قلوبكم.